تقولوا عليها صينية الوحوش او صينية الاكيلة، قولوا عليها زي ما تقولوا، المهم ان هي بجد خطيرة، ولو جربتوها بجد مش هتبطلوا تعملوها. تعالوا بقى لما نشوف الجمدان ده كله اتعمل ازاي. معايا هنا سجق، ومعايا هنا دي كفتة كانت عندي في الفريزر، شكلتها كور صغيرة بالشكل ده، ومعايا كبدة متقطعة شرايح صغيرة. الدقة اللي هتبقى معانا راس توم مفرومة او صحيحة، هننزل بيها في الكبة مع قرنين فلفل حامي احمر واخضر. بعد كده هننزل بملح ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة كزبرة. وبعد ما نفرمهم كويس هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل، ما نكترش خل، هو يدوب بس معلقة واحدة بس من الخل. وده شكل بقى الدقة اللي هتبقى معانا في الأكلة الجامدة دي. وشايفين الألوان بتاعة الفلفل بجد خطيرة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هاتي طاسة على النار، وأول ما تسخن معاكي ننزل على طول بالسجق بالشكل ده. وأول ما السجق ما يبدأ كده يسخن أو يبدأ ينزل الدهون، هبدأ أحركه بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليه بمكعب صغير خالص من الزبدة. يدوب بس أنا عايزة الزبدة دي تديلي طعم للسجق كده. وهنا هبدأ أشوحه كويس كده مع الزبدة، وبعد كده هينزل عليهم بمعلقة كبيرة من الدقة اللي حضرناها مع بعض. ويلا بقى نشوح السجق كويس كده مع الدقة الجامدة دي. وأول ما السجق يبدأ يستوي يلا بقى نرفعه من على النار وننزل بيه في الصينية. بعد كده في نفس الطاسة هنرجع بقى ننزل بكرات اللحمة أو كرات الكفتة. بعد كده هبدأ أشوحها كويس كده في الطاسة، وبعد كده هننزل بمكعب صغير من الزبدة. ويلا بقى نشوح الكفتة دي كويس في الزبدة كده، وبعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الدقة اللي حضرناها. وهنا بقى شموا الروايح الحلوة من الدقة الخطيرة دي. بعد كده اول ما الكفتة تبدأ تستوي او استوت خلاص، يلا بقى ننزل بيها على السجق، وهنرجع تاني للطاسة. شفتوا بقى كله في طاسة واحدة. في الطاسة بقى هنرجع نحط حبة زيت حلوين كده، وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من الدقة ونشوحها. واول ما تبدأ الريحة تظهر ننزل على طول بالكبدة كده، ونبدأ نوزعها كويس في الطاسة. وابدأ اوزع الكبدة كويس كده في الطاسة. واول ما يبدأ لون الكبدة يتغير ابدأ اقلبها على الناحية التانية كده، وابدأ اقلبها يعني. ما بحبش اقلب كتير في الكبدة علشان ما تنزلش المية اللي فيها يعني. واول ما الكبدة ما تبدأ تستوي بالشكل ده، يلا بقى نرجع بالسجق والكفتة على الكبدة ونقلبهم مع بعض بقى علشان خاطر ياخدوا من طعم بعض. بعد كده هيكون معايا بصلاية كبيرة مقطعاها جوانح، هنزل بيها على طول على الجمدان ده كله. ويلا بقى نقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده يلا بقى ننزل بالفلفل الالوان. وبجد يا جمال الالوان، ويا جمال الريحة، ويا جمال الطعم. بجد يا جماعة الطاسة دي قنبلة ذرية بجد خطيرة. وهسيبها بقى كده 5 دقايق على النار علشان خاطر ياخدوا من طعم بعض، بس على نار هادية. ولغاية ما ياخدوا من طعم بعض يلا بقى نحضر سلطة الطحينة الخطيرة. في الكبة كده هننزل بشوية طحينة مع معلقة صغيرة من الدقة، ومع عصير ليمونة، ونص كوباية مية، ونظبط الملح، ونضرب الكلام ده كله في الخلاط لغاية ما يبقى ده قوام الطحينة. طبعا المية بتحطيها على حسب كمية الطحينة اللي انت هتستخدميها.
ويلا بقى نشوف الصينية بتاعتنا، بجد خطيرة. يعني صدق اللي قال ان هي صينية الوحوش، بجد خطيرة. ويا سلام لو نقدم مع الصينية الجامدة دي العيش الطازة المخبوز بالزبادي، بجد هيخلي طعم السندوتش في حتة تانية. وبإذن ربنا قريب جدا هنعمل مع بعض العيش ده، وكمان ننزل بسلطة الطحينة وكمان جرجير. يا سلام، بجد اعملوا الوصفة دي وانا واثقة انها تعجبكم، بجد خطيرة وطعمها حكاية. وزي ما انتوا شايفين سهلة وبسيطة وكلها في طاسة واحدة. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، لو عجبكم ياريت لايك كتير وشير كتير، وما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوة، واستنوني في وصفات جاية كتير. باي باي.